محمد كتوم كتير جدا في الامور اللي هي تخص مستقبله وتخص حياته، وهو دايما يسيبها على الله وما يحاولش يتكلم. ولكن هو انا فعلا كنت دردشت مع محمد مره في موضوع ان اتمنى ان انا اشوفك في ريال مدريد ان شاء الله. فمحمد يعني لقيته قال لي ان شاء الله ربنا يسهل وكده، يعني زي ما مش عاوز يفسح، ولكن ايه بيتمنى طبعا ان هو طبعا يكون في الدوري الاسباني في ريال مدريد. واحنا كنا اصحاب، واساسا احنا كنا مع بعض في المدرسه وكنا في فصل واحد، فكنا بنطلع الاول نلعب في الملعب الخماسي اللي هو جنب المدرسه هنا ده. كنا بنطلع نلعب الاول ايه زي نظام بنتحدى بعض، كل واحد معاه فرقه على اللي يشيل حساب الملعب. كنا بنلعب وهو كان معانا، كنا مجموعه كامله يعني. ومن الملعب الخماسي ده بدانا الناس تشوفني، اللي هو حسني التطاوي، كابتن حسني التطاوي، كابتن غمري. فبدانا نروح نتمرن في الملعب الكبير. وبعد كده بدا محمد وفي ناس تانية غير محمد ياما بدات تطلع كويسه زي محمد. وبعد كده بدا يقولوا مثلا ده فلان ده ممكن لو لعب في نادي يتاخد، وفلان ده ممكن لو لعب في نادي يتاخد، على يجي من المجموعه كلها كانت حلوه اساسا. فبعد كده محمد خد بعضه وايه وراح لعب في بسيون، اتحاد بسيون. اما لعب في اتحاد بسيون بعد كده الناس هناك شافته قالوا ده كويس، فنجي راح فين؟ مجاولين طنطا. فلما نيجي راح مجاولين طنطا ربنا كرمه هناك وراحوا معاه بتاع 4 و5 من البلد من هنا يتمرنوا معاه في مجاولين طنطا هناك. محمد صلاح لما بيجي هنا اول حاجه، يعني مثلا بيجي يقعد يوم والتاني تلاقيه هنا، بيجي الكافيه هنا على طول، يعني ما بيتحركش منه الا لما بيسافر، يعني يقول انا مسافر مش مسافر يعني. محترم، ويعني الواحد بعزه ونفسه يطلع زيه. ومحمد صلاح الواحد في نفس الواحد يطلع زي محمد صلاح. يعني ولما ينزل هنا بيجي الكافيتيريا عند ناجي الواحد بيتصور معاه وكده، يعني الواحد بيتصور معاه، بيحب محمد صلاح.